ينفع خميس يعدي من غير محشي؟ ما ينفعش. احنا عندنا في الايام المقدسه بنعمل يوم الخميس محشي. محشي يعني خميس، وخميس يعني محشي، وشتاء يعني محشي، ومحشي يعني شتاء، والعكس كمان عشان ما نظلمهمش. بس عملنا محشي ايه المره دي بقى؟ والله انا قلت بامانه هقول لكم، لو طلع حلو هقول لكم، وانا ذوقي هيعجبكم ان شاء الله. ايه المحشي ده بقى؟ شايفين؟ محشي ايه ده بقى؟ ولا محشي ورق عنب ولا محشي خاص، محشي لفت. اقسم بالله طلع خيال. انا دقته اهو. اهو. ودايب دوب، اللهم بارك، تحفه، واحلى من ورق العنب، واحلى من الخاص كمان، تحفه اللهم بارك. انا ما زودتش، عملت سطرين بس كده، خفت ما يعجبهمش، انما تحفه اللهم بارك. ورق اللفت في حته تانيه، جربيه جربيه، انا بقول لك جربيه وعلى ضمانتي كمان. يلا نصبه بقى. احلى ورق لفت هتاكليه، واحلى محشي مع ورق اللفت. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، بصوا صباع بصباع. بصوا ارضيه الحله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين؟ شايفين؟ اوعي يفوتك محشي اللفت. اللفت خطير والله العظيم، ما بافور. انا قلت لو طلع حلو هقول، طلع وحش مش هقول، بس حقيقي تحفه ودايب دوب، والله احلى من ورق العنب كمان. شايفين الجمال؟ يلا لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بقدمه. احط اللحمه بقى. بصوا، مش عارفه ايه ترند براك اللي الناس طالعه فيه، اللحمه ب 14000 و 15000 يا جماعه، اسمها الدوش. عارفين الدوش ده؟ خطيره خطيره. يلا ايه رايكم في الصينيه دي؟ عظمه. يا مساء الهنا ويا مساء الرضا عليكم يا احلى متابعين في الدنيا. شكرا جدا جدا لكل اللي اتفاعل معايا على فيديو المكرونه البشاميل، وشكرا لكل الناس اللي اشتركت معايا في القناه. احبكم جدا 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 في الله. يلا نبتدي بقى احلى فيديو النهارده. المحشي ما ينفعش الخميس يعدي من غير محشي، بس مش اي محشي برده، مش كرنب بس. هنحشي ايه النهارده يا ولاد؟ هنحشي ده. هنحشي ورق اللفت. ورق اللفت انا سمعت لسه ما جربتوش، سمعت ان ورق اللفت ده خطير في المحشي، فليه لا ما نجربوش. جبنا لفت وجبنا كروم، ونزلت جبت الخضره، وجبنا طماطم، جبنا ايه تاني، وجبت الرز اللي عندي خلص، فجبت الرز اكياس. فيلا بينا نعمل احلى محشي النهارده. هتجربوه بتركات مصريه اصيله، وازاي المحشي ما يفكش منك، وتبقى الخلطه بتاعته على الشعر، ما فيهاش ولا غلطه. يلا تابع معايا الفيديو، احلى ناس في الدنيا. هنا بقى حطيت على النار ميه نسلق فيها الكرنب وورق اللفت، حطيت فيها معلقه ملح كده كبيره، ومعلقه كمون عشان تضيع ريحه الكرنب. وعلى العين التانية هنعمل التسبيكه بتاعه المحشي. قطعت بصلتين عندي، كانوا مش كبار قوي، متوسطين، قطعتهم. وللاسف بقى اكتشفت ان الزيت خلص معايا، فحطيت بقى ايه، حطيت معلقتين سمنه كبار. بس انا برجح المحشي لازم بيتحط فيه زيت. هو احنا ما شاء الله كلناه وطلع اللهم بارك تحفه، بس انا يعني لازم احط في المحشي زيت. فانا الزيت كان خلص عندي، فقلت مش مشكله وخلاص، فحطيت معلقتين سمنه كبار كده، سمنه بلدي كنت مسيحاها عندي، وقطعت عليه بصلتين. ونعمل التسبيكه بتاعه المحشي، وعلى العين التانيه شغاله ميه السليق بتاع الكرنب واللفت. بطل ولا تنضيف اليد. حطيت هنا بقى ورق اللفت، يعني يا دوبك قلبته تقلبتين كده، ما قعدش دقيقتين على النار، وشيلته خفت يتهري مني، ولكن فعلا طلع مظبوط جدا. يعني قلبي فيه تقلبتين، ما يقعدش معاكي دقيقتين على النار.
دقيقه كده، دقيقه ونص، دقيقه يعني، وقومي مطلعاه لان الميه طبعا بتغلي وبتقلب. فانا عملته كده تقلبتين ثلاثه وقمت مطلعه. على العين التانية التسبيكه طبعا بتتسبك. لسه ما تبلتهاش، هنحط فيها ملح وفلفل وكمون بس. وحطيت ورق الكرنب معايا بقى، بحط ورقه ورقه لان الحله مش كبيره، فبحط ورقه ورقه اسلقها. يا جماعه جربوا ورق اللفت، اقسم بالله احنا الحمد لله كده انا بسجل لكم بعد ما اكلناه، والله تحفه تحفه. ما يفرقش عن ورق العنب اي حاجه، بالعكس طعمه اطعم كمان. هنا التسبيكه عندي حسيت ان هي كتير شويه على كميه الورق اللي عندي، فشلت منها الطبق ده. انا اول مره بصراحه اجربه، بس مش اخر مره، ان شاء الله ان شاء الله اعمله على طول، بامر الله اعمله على طول. تحفه، واحلى من ورق العنب ابو 120 والكلام اللي احنا بنسمع عنه ده. لازم تسبيكه المحشي ما يطلعش معاكي فيها اي ذره ميه، تمسحها كده. انا هوريكم من تحت ما تلاقيش اي ميه نازله من الطماطم ولا الرز ولا الكلام ده. قلبت فيها الخضره وطفيت على طول، وشويه هقلبها لكم هتلاقي ما فيش فيها ذره ميه. ده سر نجاح خلطه المحشي دي، من تكات المحشي. شايفين؟ بصوا، ايوه كده، ما تنزلش ميه معاكي. اما تسحبيها كده ما تلاقيهاش نزلت ميه، اعرفي ان كده المحشي معاكي تمام وزي الفل. غسلت الحله ومليتها ميه، نسلق بقى اللحمه بتاعتنا. حطيت فيها بصلايه وطماطمايه، لو عندك جزر بيبقى خطير طبعا في الشوربه، بيبقى حلو جدا. انا اسفه على التصوير بقى، هنا سليم اللي كان بيصورني سليم اللي كان بيصورني، فكانت ايده عماله تروح وتيجي كده. بوريكم بقى، كنت حشيت المحشي الكرنب وهنا ابتديت الف. والله يا ريتني كنت زودت. محشي اللفت ما شاء الله ما شاء الله جميل. هنا بقى عشان يطلع منك مظبوط قوي في السوا ومش معجن ولا هو ني، يعني خلي خصوصا في محشي الكرنب، بس احنا بنحبه يعني مستوي سنه بسيطه. فانا يا دوبك الشوربه كده غطت الوش بسيط، ما غطتهوش قوي يعني. شايفين الشوربه زي ما قدامكم كده، ما غطتش الوش قوي، بس احنا بنحبه زياده سنه، فهزوده كمان حبه بسيطه جدا، وعلى نار متوسطه او على نار عاليه في الاول كده، مش عاليه قوي، وتسيبيه يتشرب. وبعد كده بتهدي عليه جدا جدا، بيطلع معاكي اللهم بارك تحفه ومظبوط طبعا. وانت على حسب برضو اكلك في المحشي، عايزاه زياده شويه، عايزاه مظبوط كده، عايزاه يقطم معاكي، الله يبقى على حسب انت بقى، الاكل اذواق. الشوربه هنا كانت اتفرت على البوتاجاز.